ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن موضوع رجوع ترامب للسلطه، واول ما يرجع هل هيقدر يعني في ايده الصلاحيه ان هو يلغي الهجره العشوائيه ولا لا. حبيت اخدكم كده ونتمشى ونقعد ندردش شويه. طيب، هل الرئيس عنده سلطه اصلا انه يلغي البرنامج ده؟ والاهم لو يعني اكيد خلاص كده يعني ترامب هيرجع للسلطه، هل بقى لما يرجع للسلطه هل هو في ايده ان هو يعني ان هو يلغي البرنامج؟ وايه اللي هيحصل لما يرجع يلغي البرنامج؟ طيب اوكي، من الاول خالص بقى هنبتدي. يعني ايه لوتري اصلا؟ اللوتري ده هو عباره عن برنامج معمول، ابتدوا البرنامج ده يطبقوه سنه 1990، وقررت ان امريكا ان هي تعمل البرنامج ده بحيث ان هي تجيب ناس من بلاد كتير، بحيث انتوا عارفين ان امريكا معتمده بشكل كبير على المهاجرين. يعني هي مش معتمده على وجود الناس السكان الاصليين اللي في البلد، فكل الناس اللي موجوده تقريبا في امريكا معظمهم، النسبه الكبيره منهم كلهم مهاجرين. فيعني اول ما لقيت ان التركيز من بلاد معينه، فهي حبت ان الموضوع يبقى من بلاد كتير، فابتدوا يعملوا النظام بتاع الهجره العشوائيه ده. النظام ده اتطبق سنه 1990، وابتدى يتعمل ان هم يجيبوا ناس بدون اي شروط تعجيزيه، واللي عايز يجي امريكا يبقى الموضوع اسهل له كتير. تمام. بس طب ايه المختلف في اللوتري؟ البرنامج ده مش زي اي برنامج، هو ما فيهوش اي شروط تعجيزيه زي ما قلت لكم. فما فيش حد بقى يطلب منك شهاده دكتوراه ولا تكون بتتكلم انجليزي بطلاقه، فدي عباره عن قرعه. تمام، يعني سحب، هو بيسحب يعني بيبقى اختيار عشوائي خالص من خلال الكمبيوتر. تمام. كل سنه بيختاروا 55 الف شخص. تمام. وطبعا ملايين بيقدموا، بس هم بيختاروا من الملايين دي كلهم 55 الف شخص، طبعا ده من حوالين العالم. طيب، معلومه برضو ان سنه 2023 اللي هي السنه اللي فاتت يعتبر اكتر من 22 مليون شخص قدموا على اللوتري. تخيل بقى لو البرنامج ده اتلغى، يعني ملايين الناس دول هيفقدوا اكبر فرصه عندهم للهجره. طب يا ترى ده ممكن يحصل فجاه ويحصل اصلا يعني ولا لا؟ طيب، السؤال اللي كل الناس بتساله، هل الرئيس الامريكي يقدر يلغي الهجره العشوائيه؟ طيب الاجابه لا. بس برضو مش عايزك تفرح ان انا بقول لك لا، لان الموضوع مش بالبساطه دي. خليني اوضح لك. اللوتري معمول بقانون اتحادي اللي هو قانون الكونجرس الامريكي اللي اتوافق عليه سنه 1990، والقوانين دي طبعا مش لعبه. الرئيس الامريكي سواء الحالي او الجاي ما يقدرش يصحى الصبح ويقول انا هلغي اللوتري. علشان يتلغي لازم الكونجرس او الكونجرس ده اللي هو البرلمان. خلاص، البرلمان الامريكي ده لازم هو اللي يوافق على القانون. عامه اي قانون لازم يعني الرئيس عايز يغير فيه، ما يقدرش يغير فيه من نفسه كده، لازم يرجع الاول الكونجرس، والكونجرس هو اللي يعني يبتدي بقى يبت في الموضوع. تمام. طيب يعني ده معناه كده ان مفيش اي تاثير، يعني الرئيس ما يقدرش يعمل اي حاجه؟ طيب هو الرئيس لو هيعمل فيقدر ياثر بطريقه غير مباشره على اسمه ايه ده، يعني على اللوتري او على اي قانون. يعني هو ما يقدرش ياثر بطريقه مباشره، بس هو اللي في ايده ان هو ياثر بطريقه غير مباشره. طيب ايه اللي ممكن يبقى في ايده؟ ان هو يضغط على الكونجرس عشان يوقف البرنامج. يعني بدل ما هو اللي يوقفه، لا، يضغط على الناس اللي في الكونجرس او الاغلبيه اللي في الكونجرس عشان هم اللي يوقفوا البرنامج، او يقلل التمويل والميزانيه اللي بتدعم اللوتري، او يشدد الاجراءات الامنيه على الناس اللي داخله اللوتري. فيعني بدل ما تبقى سهله تبقى مستحيله اصلا، فهتلاقي الناس كتير قوي بتترفض او بتخش اداري زي ما احنا عارفين. تمام كده. طيب، اساسا بقى لما ترامب كان ماسك في الفتره الرئاسيه الاولانيه ايه اللي حصل؟ طيب خلينا كده ايه، هاخدك لفه كده. الاول في اول ما مسك الرئاسه، خلاص. طيب هو اول ما مسك الرئاسه في الفتره بتاعته كان في 2017 اصلا حصلت حادثه كبيره في نيويورك. ارهابي دخل بعربيه كبيره وقتل ناس كتير، وطبعا يعني الناس مالهاش ذنب في حاجه. والمفاجاه ان الشخص اللي دخل يعني اللي عمل الموضوع ده كان داخل امريكا يعني من خلال اللوتري او من خلال الهجره العشوائيه. تمام. طبعا ترامب يعني لقى ان دي فرصه، يعني ازاي ما يستغلهاش؟ فطبعا ابتدى يستغل الموضوع ده، وقال ان اللوتري ده هو السبب في كل اللي بيحصل ده. وطبعا في ناس كتير قوي عشوائيه بتيجي من بره امريكا واحنا ما نعرفش عنهم حاجه، فطبعا يعني استغل النقطه دي وابتدى يعني يلعب عليها. تمام كده. وفضل يهاجم البرنامج ده في كل خطواته، مش بس بالكلام، لا، ترامب حاول فعلا يلغي اللوتري. طيب عمل ايه؟ قدم مقترحات للكونجرس عشان يوقف البرنامج،
وطلب انه يستبدل البرنامج اللوتري بنظام الكفاءات اللي هو معتمد على المهاجرين حسب الشهاده والخبره. يعني مش اي حد يقدم وتبقى سحب عشوائي، لا، انت عشان تقدم فيه لازم يبقى معاك مستوى معين، دكتوراه او معاك حاجه معينه. طبعا مفيش حاجه لسه معروفه، يعني ده كده هو اللي يعني بيسعى ليه. تمام. وركز كل الاعلام على فكره ان البرنامج ده خطر جدا على امن امريكا، لكن رغم كل المحاولات دي كلها فشلت، لان الكونجرس رفض، والديمقراطيين كانوا ضد الفكره تماما، وحتى بعض الجمهوريين ما دعموش الحمله دي اصلا. البرنامج استمر بس الضغط عليه كان كبير طبعا يعني. والحمد لله لغايه دلوقتي اديكم شايفين ان اللوتري شغال خلاص. طيب دلوقتي بقى ايه السؤال الكبير؟ لو ترامب هو خلاص كده احنا بنتكلم ان امر واقع ان ترامب هيرجع 2024، طيب هل بقى ممكن ينجح ان هو يلغي اللوتري؟ طيب هي الاجابه يعني للاسف انه ممكن جدا. ليه بقى؟ لان لو الجمهوريين خدوا اغلبيه في الكونجرس وترامب رجع، وطبعا ده امر واقع دلوقتي، هتبقى عنده فرصه اكبر بكتير انه يضغط لتمرير قانون جديد. ليه بقى؟ لان يعني بعد الانتخابات الاخيره دي نسبه الناس اللي ايدوا ترامب الفتره اللي فاتت كانوا كتير من ناحيه الديمقراطيين ومن ناحيه الديمقراطيين والجمهوريين خلاص. فاحنا كده هو بقى ليه نسبه اصوات كتيره قوي في كل مجال. يعني المره اللي فاتت ما كانش فيه نسبه كتيره، فهو لو في ناس هنا اجمعت على حاجه فممكن الناحيه التانية ما حدش يجمع او يرفضوا القانون. فالموضوع بقى نسبه ناس كتيره قوي بقت مؤيده ليه. فهل بقى هو بقى يعني لما يبتدي يعمل بقى الموضوع ده ويعديه على الكونجرس، فممكن الناس دي تأيد الفكره ويبتدوا يعملوا حاجه، يعني ان هم ياكدوا الموضوع اذا كان اوكي يعني. تمام. طيب اوكي. طيب لو البرنامج ده يعني اتلغى بقى، لو ترامب نجح في انه يلغي البرنامج ده، البديل هيكون نظام الكفاءه. يعني اللي عايز يهاجر لامريكا لازم يكون عنده شهاده جامعيه كبيره، خبره في الشغل محترمه، ومستوى لغه عالي. وطبعا بالتالي ان الناس هتعتمد على الحظ في اللوتري، فرصتها ضعيفه. طبعا يعني معظم الناس اللي بتقدم ناس بسيطه وكلنا ناس بسيطه، احنا كلنا ما يعني معانا. هو كان الاول المفروض ان يبقى معاك ثانوي، خلاص دلوقتي لو حصل لا قدر الله الموضوع ده وانه اتلغى، فهيبقى مطلوب انه لازم يبقى معاك شهاده محترمه، معاك لغه اكيد هيبقى يعني مطلوب انه يبقى معاك لغه. تمام. لان ده ابسط حاجه ممكن هو يعني يفرضها. طيب دلوقتي الوضع عامل ازاي؟ البرنامج لسه شغال طبعا، وكل سنه بيفتح باب التقديم وبيتم اختيار الفائزين، لكن مفيش ضمان انه يستمر للابد. والسياسه في امريكا متغيره جدا، وكل شويه رئيس جديد. وطبعا الرئيس لما يتغير ممكن يأثر على الكونجرس ويقلب الموازين. فنصيحتي ليك، طالما البرنامج ده موجود قدم كل سنه، الفرصه دي مش سهله تتكرر. وطبعا زي ما انتم عارفين ان يعني تقريبا مفيش اي حاجه يعني بنفس موضوع امريكا. هي امريكا الوحيده اللي التقديم عليها عشوائي تماما، ومش محتاج اي حاجه غير ان انت بتقدم ببياناتك. فطول ما البرنامج مفتوح انت مفيش في ايدك حاجه، سواء اتلغى او ما اتلغاش، انت مفيش في ايدك حاجه. كل اللي في ايدك ان انت تطور من نفسك ووصل لمستوى معين، بحيث انه لو لا قدر الله البرنامج ده اتلغى، يعني تبقى عارف ان يعني خلاص بقى، يعني دي مش فرصه مش موجوده، ممكن تشوف بقى ايه الفرص التانية اللي ممكن تقدم عليها. لو بتفكر في طرق تانية للهجرة طبعا، يعني أنا أنصحك يعني ما تقفش مكانك، وصدقني يعني هي تستاهل إن أنت تضغط على نفسك وتحاول تجيبها من اليمين ولا من الشمال، المهم إن أنت تسافر. يعني أيا كان التعب اللي أنت بتتعبه في بلدك دلوقتي، فنصيحتي ليك إن أنت لو تعبت يعني لو زودت التعب شوية، فأنت مش هتفضل بتتعب على طول، هي بس فترة معينة هتوصل فيها، وبعد كده ربنا يكرمك وتقدر تسافر. ومجرد ما بتخرج وبتوصل لأي بلد تانية، الدنيا بتبقى أحسن لك كتير. تمام. طيب انا يعني ده كده الكلام اللي عندي دلوقتي، واديت لكم معلومات واتكلمنا كده بفكره عامه عن الموضوع. اتمنى يعني ما اكونش احبطت حد، واتمنى ان انتوا يعني خليكوا ورا حلمكم لغايه لما توصلوا اللي انتوا عايزينه. وصدقوني يعني انا ما كنتش حاطط موضوع اللوتري ده في دماغي اصلا، وكان كل دماغي يعني كل تفكيري اني انا عايز اسافر، فكنت بقدم على بلاد تانية، وكنت بظبط اي حاجه بحيث ان انا اعرف اخرج، يعني اعرف اخرج من بلدي. فربنا اراد وخرجت من ناحيه اللوتري. بس انا صدقوني ما كنتش بقدم على اللوتري بس، انا كنت بحاول اعمل اي حاجه. طبعا الموضوع صعب، بس هو اللوتري اسهل حاجه.
فمعلش اتعبوا شويه وحاولوا تظبطوا اللغه، حاولوا سواء انجليزي او لغه تانية، تشوفوا بلاد تانية، ممكن تشوفوا يعني برامج الكفاءات بتكون في بلاد كتيره، كندا موجوده وعندك استراليا، عندك في بلاد كتير جدا ممكن تقدم عليها. بس طبعا كله بيبقى محتاج مجهود شويه، بس صدقني المجهود يستاهل. يعني انت هتشتغل على نفسك شويه، هتتعب شويه، بس في الاخر خالص هتنزل. مجرد ما بتخرج وبتقدر تشتغل في البلد دي وتثبت نفسك، بتلاقي نفسك مش محتاج اي حاجه، كل الفلوس اللي انت صرفتها هتعرف ترجعها بسرعه. يعني الجهد بيبقى اقل. طبعا نظافه الشوارع، نظافه المستقبل اللي انت بتعيش فيه، يعني كل حاجه صدقوني. يعني الموضوع يستاهل فعلا. يعني لو ربنا ما اردش في موضوع اللوتري، وفي ناس كتير قوي بتقدم، وزي ما قلت لكم انا بقدم بقالي فتره كبيره جدا، سنين كتير، 14 سنه، وفي الاخر خالص يعني ربنا اراد في ال 13 وقدمت في ال 14 عشان ما كنتش متاكد ان الموضوع يكمل يعني. فما لو الموضوع مش جاي معاك في موضوع الحظ، حاول انت تذاكر، اظبط لغه، اظبط. شوف مثلا لو مجال برمجه يسفرك في المانيا، برضو ممكن تظبط لغه وتسافر المانيا، في استراليا، في كندا، في بلاد كتير جدا، في نيوزيلندا برضو كانت عامله برضو برنامج اللي هو بتاع الكفاءات ده. كل البلاد دي ممكن تسافر ليها. طبعا الموضوع بيبقى محتاج جهد شويه، بس صدقني يعني انا شايف الموضوع يستاهل صدقني. واتمنى الفيديو يكون عجبكم. طبعا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان كل الحاجات دي بتدعمني، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.